بذرة مانجا واحدة بس هتغير حياتك تماما. انا ندمت بجد اني كنت برميها في الزبالة، وضيعت نص عمري اني برمي بذر المانجا في الزبالة. ارميها او حطيها في المية المغلية. وتعالى اقولك اختراع منزلي هيوفر عليكي. قبل ما اقولك اي سر، السلام عليكم واحلى تحية حب احلى متابعين، واتمنى تكونوا بخير. اول حاجة كده لما بنجيب مانجا ما نرميش البذر بتاعها، وبعدين نجيب مية ونغليها على البوتاجاز في اي طاسة عندنا، ونحط الكمية اللي عندنا من بذور المانجا حوالي 10 دقايق او ربع ساعة على النار، وتاخديها تشيليها في مية ساقعة على طول من المية المغلية، وتحطيها في المية الساقعة على طول. ان هو المانجا ده كنز حقيقي وغني بالفوائد اللي كتير من الناس ما يعرفوهاش وبيرموها. دي بتحتوي على كمية ممتازة من مضاد الأكسدة والفيتامينات والدهون الصحية. احنا بنفتحها كده بالسكينة وبناخد منها كده زبدة المانجا او بذرة المانجا، تطلعيها بالشكل ده اهو بكل سهولة. طول ما انت حطيتيها على النار 10 دقايق او ربع ساعة هتلاقيها بقت تفتح معاكي بكل سهولة. وممكن تلاقي واحدة ولا حاجة بايظة، مش مشكلة ارميها، اهم حاجة تكون هي بيضة كده، وزي ما انت شايفة كده تشيلي منها اي حاجة تانية. نستخرج منها زبدة المانجا، دي مشهورة جدا مستحضرات التجميل. هناخدها كده ونقطعها في الكبة اي كمية عندنا، وهنضربها ونعمها كويس جدا. ضربناها كويس جدا في الكبة خالص، نعميها وبتبقى بالشكل ده. تاخديها في البطرمان وتحفظيها عندك في التلاجة. ودي بقى بالمستحضرات التجميل بيعملوها للشعر، بتغذي الشعر من الجذور وبتقتل التساقط وبتساعد في التخلص من القشرة والجفاف للبشرة. مرطب عميق جدا وجبار. هتجيبي كده زيت خروع وتحطيه معاه عليها وتسيبيه ليلة كاملة كده، وبعد كده تصفيه وتاخدي منه احلى زيت تعملي بيه فروة الشعر عشان التساقط. وكمان ممكن تعملي منه للبشرة الجافة او التجاعيد او الخطوط التعبيرية. غني بفيتامين اي او ايه، ده بيدعم صحة الجهاز الهضمي. معلقة على علبة زبادي ونعمل بيه ماسك، يبقى احلى ماسك عندنا للترطيب للتجاعيد. لو حطيتيه في كوباية مية مغلية ممكن تجففيه، ويبقى عندك زي الجنزبيل المجفف او كده زي الجنزبيل الفريش. عارفين الجنزبيل الفريش يبقى بالشكل ده. بتحطيه في ميه مغليه وتسيبيه بغطا كده حوالي 10 دقايق وبتستخدميه. بيساعد في تحسين الهضم وتهدئة المعدة، وممتاز جدا للإسهال، وبيقلل مستوى السكر والكوليسترول، بس لازم نحط معلقة صغيرة. وبيساعد في تخفيف السكر في الدم، وبتحسن مقاومة الأنسولين، وبيساعد كمان في تقليل الكوليسترول الضار، وبيدعم صحة القلب. زي ما استفدنا كده من في البيت، اعمليه زي ما انا بقول لكم كده وان شاء الله يفيدكم. صلوا على النبي في التعليق. السلام عليكم يا احلى متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هشارككم موضوع مهم جدا عن بذور الفلفل دي نرميها ولا لا. بجد هنشوف النهارده حاجه عمركم ما تتخيلوها ان هي فيها بذور الفلفل. المعلومات صحيحه، يلا بينا هنشوف مع بعض المعلومات الصح. حاجه ممكن اول مره تعرفوها، اللي ممكن يحصل للجسم لو اكلتي بذور الفلفل مرتين في الاسبوع او كل يوم. صدقوني النتيجة هتبهركم جدا. فوائد بذور الفلفل مرتين في الاسبوع: ممكن تعمل منع تجلط الدم بعض انواع الفلفل، خصوصا الحار. فلفل مركب زي الفلفل الحار بيتساعد في تحسين سيولة الدم، لكن ده مش بديل طبعا العلاج لو في مشكلة حقيقية. تمام. تقوية الرؤية الليلية للناس اللي ما بيشوفش كويس بالليل. فيتامين ايه بيساعد على الرؤية الليلية، لكن بذور الفلفل غنية جدا ومعظم الفوائد بتيجي من الخضار الغني بفيتامين ايه زي الجزر والبطاطا الحلوة. تمام. تقليل فرصة إصابة لما بتستخدميه كل يوم. ودماغية فرصة إصابة بالمواد القلب المضادة للأكسدة والمركبات. الفلفل ممكن تحسن صحة الأوعية، لكن تأثر مش قوي لوحده. الصراحة مش هو لوحده، برضو لازم يكون معاه نظام غذائي صحي. الحفاظ على البشرة لوجوده فيتامين A وإي، لكن محدود. الفلفل يحتوي فعلا على فيتامين إي وإيه، لكن بنسبة مش كتيرة، مش هتكون مصدر أساسي طبعا. لازم نتناول معاه مثلا بيضتين مسلوقين يوميا،
الحفاظ على الغدة يعني على الصحة جيدة. البيض فيه طبعا فيه كمان اليود مهمين للغدة الدرقية، منع فقر الدم. البيض مصدر جيد لفيتامين بي 12 والحديد، ده بيساعد في وقاية من فقر الدم، بينشط الجسم. فيه بروتين عالي جدا وحمض الأميني بيدي الطاقة ومقاومة الإجهاد. ويحتوي البيض على فيتامين برضو مهم للصحة والأعصاب وتقليل الإجهاد. السر مش بس في إنك تاخدي بذور الفلفل والبيض، لكن في تخليهم جزء من نظام غذائي متوازن. لو اجتمعوا الاتنين مع الأكل الصحي جسمك هيشكرك على طول. أول حاجة منع تجلط الدم. بعض أنواع الفلفل الخاص زي ما قلت لكم الحار مركب اسمه الكابسيسين، وده بيحسن سيولة الدم وبيتقلل فرصة إصابة بالتجلطات زي ما قلنا. خلاص كده، بس خلي بالك مش معناه ان يعني ان البذور تغني عن العلاج لو في مشاكل. خلاص كده، وقلنا لكم الفوائد بتاعته ايه هي، المفروض نعمله ازاي او نستخدمه ازاي عشان يبقى نستخدمه. يعني هنستخدمه ازاي؟ جيبي طبعا البذور كده ونحطها في كوب ميه مغليه، ممكن نضيف عليها بقى حبه الورقه او ممكن نضيف عليها حبه من الكمون. الكمون طبعا حلو جدا. فبتسيبي الميه المغليه تحطيها عليه وعليها شويه من الكمون الصحيح ده، تمام، وبتحطيهم مع بعض وتغليهم. او الميه المغليه تحطي زي الشاي كده للفتله، مش تغلي الميه بس وتحطيه عليه وتغطيه وتسيبيه ليله كامله، وتاني يوم الصبح او الظهر او ايا كان تشربيه. بيبقى مفيد جدا زي ما قلت لكم. جربوه الفكره وشاركوا رايكم في التعليقات، وما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس لو وصلتوا لهنا، وشيروا الفيديو مع اصحابكم عشان كله يستفاد. وبعد ليله بتصفيه وتشربيه بيبقى حلو جدا ومفيد. حبيت اقول لكم بذور الفلفل اللي احنا بنرميها تستفيدوا منها بزرع تزرعوها تطلع لكم حاجه حلوه جدا تشربوها، مفيده جدا طبعا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اسرار المطبخ ونصيحه للمطبخ، لو جبتي طماطم وبصي ما شاء الله جميله وحمرا اهي زي شايفين الطماطم، اذا بقى شفتي كده بياض من الداخل يفضل عدم استخدامها في السلطات الطازجه، لان طعمها بيكون مش مثالي، يعني طعمها مش حلو. ممكن لو ريحتها حلوه ومش مش يعني يفضل استبعادها. يعني شكلها مش قد كده، طماطم حمرا من بره ومن جوه بيضة. استخدميها للطبيخ، ممكن لو ريحتها كويسة مثلا محشي او طبيخ، حيث يتخفف اللون الابيض تماما مع الغليان ومع لو عجبتك افكارنا النهارده ما تنسيش تدعمينا ولايك حلو واشتراك في القناه علشان يوصلك كل تدبير منزلي جديد. والسلام عليكم.